قُل لي بس، هتفضل تجري في الدنيا دي لحد إمتى؟ هتفضل تجري عشان تعمل فلوس وتبقى أشطر واحد في الدنيا دي، وتجري عشان تدفع في أقساط وتسدد في ديون وتحسّن في مستواك، وتجري عشان تربّي في الولاد وتعلّمهم أحسن تعليم، وتعمل لهم كل اللي نِفْسهم فيه، تجري عشان تشيل حِمل بيتك وولادك ومراتك، وتيجي على نَفْسك وتقول حاضر، وتبقى راجل مسالم وجميل عشان بس المركب تمشي وما يحصلش مشاكل. بس تعرف إنك في وسط كل ده، في وسط ما أنت بتجري، هتلاقي نفسك من غير ما تحس في شوية أسئلة جواك وبتلح عليك محدش يعرفهم غيرك، ونفسك تلاقي لهم إجابة. تسأل وتقول يا ترى في حد حاسس بيا؟ يا ترى كله شايف اللي أنا بعمله ده؟ ولا شايفين إن ده العادي؟ طب يا ترى هيجي اليوم اللي أنا استريح فيه، ولا أنا هفضل في الساقية دي العمر كله؟ يا ترى هيجي اليوم اللي يترد لي فيه كل ده، ولا كل واحد فيهم هيبقى مشغول بدنيته وحياته؟ كل دي أسئلة بتدور في خيالك للحظات، بس ترجع بسرعة لدنيتك وتفضل تجري هنا وهناك. والحقيقة الوحيدة هي إن عمر المشوار ما هيخلص، واللي جاي ربك بس هو اللي أعلم بيه. ولو نفسك بدأ يتقطع ووقفت اللحظات وبصيت وراك، هتتفاجئ إنك جريت كتير قوي قوي ونسيت حاجة مهمة قوي في وسط الطريق، في وسط زحمة الحياة والمسؤوليات اللي انت شايلها فوق دماغك. تعرف انت نسيت ايه؟ انت نسيت انك تعيش. تعيش. نسيت انك تعيش الحياة اللي انت نفسك فيها، اللي انت بتحلم بيها. نسيت نفسك، نسيت انت مين وعايز ايه ورايح فين. هتتفاجئ بان العمر عدى وراح، بس امتى وفين وازاي ده حصل مش هتلاقي إجابة. هيبقى نفسك تلحق الباقي من عمرك وتعوض كل اللي فاتك. فلو انت وصلت للحظة دي اسمعها مني، اوعى تقول الوقت فات، اوعى تقول بعد ما شاب ودوك كتاب، ما اللي عمل عمل وخلصت خلاص، واللي وصل وصل خلاص مفيش فايدة. اوعى تقول كده، مفيش حاجة اسمها فات الأوان. انت ابن النهاردة، والسن ده مجرد أرقام، مجرد وهم، أرقام بتتعدى وبس. افرح واتبسط وابدأ من جديد وعيش الحياة اللي انت كان نفسك فيها، ما دمت ما بتجيش على حد، ما دمت ما بتاخدش حق حد. وافهم انك بتعيش حياتك دي مرة واحدة وبس، فعيشها صح، عيشها زي ما انت تحب. ما دمت وصلت لحد هنا يبقى انت استفدت من الفيديو. بقى انك تفيد غيرك وتعمل لايك وشير عشان غيرك يستفيد. بحبكم في الله. هدية محمود.